السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله صيامكم صالح الأعمال، ونتمنى الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير بصحة جيدة. بالنسبة لوصفتنا اليوم بغيت نشارك معكم واحد التحلية الصراحة اللي أنا كتعجبني بزاف وكتعجب وليداتي. تحلية اللوتس والتمر كتجي رائعة رائعة. تقدروا أنكم تكون تستعملوها لا في الفطور ولا في السحور، وغادي تكون معتمدة عندكم إن شاء الله من بعد ما غادي تجربوها. وبالنسبة هاد التحلية غنحتاجو فيها نص لتر ديال الحليب، وغنحتاجو كذلك 7 ديال التمرات حيدنا لهم العظم ديالها وقطعناها طريفات. وهنا غادي نحتاجو 5 الحبات ديال اللوتس. غادي ناخذ هاد المكونات كاملين، غادي نوضعها في الحليب وغادي نطحنها، عاد نرجع لكم ان شاء الله. من بعد ما طحنت المكونات يعني كنحصل على هاد النتيجه هذه كما كتلاحظوا معايا. ومن بعد غادي نضيف على هاد المكونات، غادي نضيف عليها الفلوق بنكهة الكراميل وجوج معالق كبار ديال النشا، وغادي نحرك المكونات مزيان. بالنسبة هاد التحلية هذه فهي بدون السكر، وبالنكهة ديال الكراميل والنكهة ديال اللوتوز، نكهة القرفة اللي كيتوالوا مع بعضياتهم كيعطونا واحد التحلية جد رائعة في المذاق. وغادي نديروها في الكؤوس وغادي ندخلوها الثلاجة. ومن بعد غادي نزينوها بالكريم الشونتيي على هذا الشكل. يعني لكم الاختيار بالنسبة للتزيين. انا زينت على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا، وشكرا لكم والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.